مقال للسفير الفرنسي السابق في الجزائر إكزافييه دريانكور في صحيفة لو فيغارو. قدم خلال مقاله هذا تقييم نقدي للغاية للسنوات الثلاث من الفترة الرئاسية للرئيس الحالي عبد المجيد تبون، معبرا عن خشيته من تداعيات الوضع السياسي الجزائري على فرنسا وفق زعمه. يعني هو خايف أيضا على بلده فرنسا. إكزافييه كان سفيرا لدى الجزائر مرتين، الأولى بين أعوام 2008 و2012، والثانية كانت بين 2017 و2020. إذا الفترة الثانية كانت منذ سنتين فقط. يقول هذا السفير السابق في مقاله إن 3 سنوات مرت منذ انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية الجزائرية، زاعما أن الجزائر الجديدة بصدد الانهيار، هكذا قال، وتجر فرنسا معها في طريقها للانهيار بشكل أقوى من تسبب الأزمة الجزائرية في سقوط الجمهورية الفرنسية الرابعة عام 58. يعود الرجل للتاريخ. ويزعم السفير الفرنسي أنه منذ عام 2020 ظهر النظام الجزائري بوجهه الحقيقي، نظام عسكري مدرب على أساليب الاتحاد السوفيتي السابق، وحشي بواجهة مدنية فاسدة مثل سابقتها التي أسقطها الحراك، مهووسة بالحفاظ على امتيازاتها وريعها، وغير مبالية بمحنة الشعب الجزائري وفق قوله. كلام الحقيقة في غاية القوة وفي غاية الصراحة الوقحة إن صح أن نصفها كذلك. يقول السفير السابق إنه يوجد اليوم في السجون الجزائرية سياسيون وموظفون وعسكريون يرتبطون بالنظام السابق، بالإضافة إلى صحفيين كتبوا مقالات تنتقد أو تتحفظ على سياسة النظام، وأيضا بوجود آخرين نشروا رأيا مخالفا على وسائل التواصل الاجتماعي. واعتبر السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر أن بلاده تغض البصر عن الواقع الجزائري عن قصد أو انتهازية وعمى، متسائلا لماذا لا تتمسك حكومة بلاده بخط الحزم الوحيد الذي تفهمه الجزائر على حد قوله، مضيفا أن 45 مليون جزائري لديهم هاجس واحد فقط، هو المغادرة والفرار وفق زعمه. والمغادرة إلى أين؟ إلى أوروبا بالطبع. سفير فرنسا السابق يقول الجزائر تنهار، هكذا. السؤال نوجهه للجزائريين ولكل العرب ممن يتابعون. الجزائر يفترض بأنها الآن في بحبوحة، الوضع الاقتصادي أفضل من غيرها، غاز وما إلى ذلك، و يعني من أي ناحية ربما يرى هذا الانهيار. تحدث عن أن الأمل الذي رسمه الحراك اختفى في 2020، وعادت الدولة الجزائرية نظام عسكري مدرب على أساليب الاتحاد السوفيتي. كلام الحقيقة في غاية القوة. هل هذا فيه جانب من الحقيقة أو كله حقيقة برأيكم، أم كله بهتان وباطل وتلفيق ومحاولة للتشويه؟ ما دلالات هذه التصريح الشديدة وتوقيتها أيضا؟ سنعود إلى كل هذه النقاط. على كل حال لمن يرغب في المشاركة وإبداء الرأي، طبعا المشاركة مفتوحة للجميع، سنعطي الأولوية لمن يتواصل معنا من داخل الجزائر. لكن لدي رجاء الحقيقة بين قوسين، عندما نتناول الجزائر أو المغرب هناك دائما من يصطاد ويستغل الفرصة للنيل من هذا الطرف وذاك الطرف. أنا لست هنا يعني منصة ربما لإطلاق صواريخ بين الطرفين أو تصفية الحسابات. أنا الحقيقة أبحث عن جمهور واعي مثقف موضوعي ويقدر المصالح والمفاسد. بإمكانك أن تنتقد، لا شك هذا البرنامج سقفه عالي، ولكن بعيدا عن تصفية الحسابات واستغلال الفرص. رجاء تفضل يا خالد. أخي صالح، أهلا وسهلا. فرنسا ذهبت ولم تذهبي، فباسم تعاوننا خربي، وبث جراثيم فتكة بمجتمع مسلم عربي. أقول السفير الفرنسي صح النوم، صح النوم. كل ما قدمه السفير الفرنسي يعرفه في الجزائر الخاص والعام. بعد الحراك
الواجهة المدنية معروف من ينصبها ومعروف من يعزلها. طيب ماذا أراد إذن أن يوصل هذا السفير الفرنسي بالضبط؟ لا السفير الفرنسي عنده نوايا أخرى، وهي أن يريد للسلطات الفرنسية وخاصة ماكرو الذي يدعم تبون، قال له لا تعول على تبون ولا تعول على هؤلاء سيسقطون، ومصالح وامتيازات فرنسا في الجزائر. هذا السفير كان يتجول في كل ربوع الوطن، تجده يتحرك بأريحية ولا واحد يقول له كلمة وين تروح. السفير هذا أين كان لما انقلب بوتفليقة على الدستور الجزائري وفتح له عهدات في 2008 وهو كان موجود؟ السفير هذا أين كان؟ يعني الاستعمار ملة واحدة، مصالحهم. شكرا لك خالد من الجزائر. الاستعمار ملة واحدة، والمستعمر الفرنسي الحقيقة تدخلاته في شمال افريقيا محل امتعاض وغضب ورفض من كل هذه الدول. لا أدري الحقيقة لو هذا الكلام قيل على دولة ثانية ربما كان الرد أقوى. ننتظر على كل حال الرد من السلطات الجزائرية كيف سيكون. رشيد من المغرب. السلام عليكم أستاذ صالح. وعليك السلام. نحن العرب ليس لنا ذاكرة السمكة يا أستاذ صالح. ألم يصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن النظام الجزائري نظام عسكري؟ أليس كذلك؟ فلماذا ضيفك الكريم مع كل احترام ليه أراد أن يقول بأن الجزائر دولة مدنية، وحمل وأكال العديد من الاتهامات للسفير الفرنسي؟ فالقاسي والداني يعرف أن الجزائر نظام عسكري، مع كل احترام للشعب الجزائري الشقيق. وأنا الآن أتكلم ليس بصفتي مغربي بل بصفتي مغاربي. أنا أقول من هو الحاكم الفعلي؟ أليس شنقريحة؟ أنا أقول للضيف أعطيني اسم جنرال واحد في المغرب، والله العظيم لم يعرف اسمه. لا دعنا، لأنك عندما تدخل في المقارنة الآن نحيل الحوار إلى جزائري مغربي. دعنا في الجزائر. اسمعني رشيد، عندك وجهة نظر أهلا وسهلا، قلها كما تشاء، ولكن برأيك هذا السفير الفرنسي، اسمعني فقط سؤال اسمح لي فقط. يعني هذا السفير كان منذ سنتين في الجزائر، لماذا لم يفتح فمه منذ سنتين ويقول هذا الكلام، خصوصا عندما كان أيام الرئيس الراحل؟ يعني هي الجزائر تغيرت كثيرا؟ لم تتغير كثيرا للجزائر بنظر البعض. لماذا نطق الآن؟ يا أستاذ صالح، السياسة ليس أخلاق. ربما لديه أجندات، مثلا تريد فرنسا أن تضغط على النظام الجزائري من أجل مكاسب. أنا فقط أركز على مسألة النظام الجزائري. طيب قلت ذلك فيما يتعلق بالنظام، قلت ذلك رشيد، شكرا لك. منير، مثل هذه التصريحات طبعا لو هذا التصريح ورد على لسان دولة إفريقية أو عربية، الآن الجزائر كانت طردت السفير وكانت قطعت العلاقات. عندما يرد هذا التصريح من سفير فرنسا السابق، ماذا نتوقع من إجراءات جزائرية خلال السويعات المقبلة؟ سيكون الرد قريبا من السلطات. أنا متأكد أن السلطات سترد على هذا السفير، لأن هذا السفير هو أصلا من المخابرات الفرنسية. صحيح. وعندما يقول أن النظام عسكري، من قال العكس؟ نحن نعلم أن نظامنا عسكري. وعندما يقول أن هناك 45 مليون جزائري يستعدون للفرار إلى مختلف دول العالم، الحمد لله نحن نعيش في بلدنا، المهم الاستقرار، وهذا هو الأهم. نحن لا نريد أن تكون الجزائر سوريا ثانية، وهذا الذي يبحثون عنه، جزائر سوريا ثانية ويمن ثاني وليبيا ثانية في الجزائر، حتى تفرغ لهم الساحة ويستعمرون جميع دول المغرب العربي.